طريق الباب، حيث تكرر استهدافها اليوم للمرة الثانية ب3 قذائف مدفعية لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية. كما سقطت عدة جرحى من المدنيين، أحدهم بحالة حرجة في حي القاطردي نتيجة استهداف أحد المنازل بقذيفة مدفعية من قبل كتائب الأسد. ويطال القصف أيضا حي باب النيرب وحي المعادي وحي الحيدرية، أيضا حي بستان القصر. كما تعرضت أطراف مدينة الصناعية بالشيخ نجار لقصف بالطيران الحربي. عاد المياه أيضا إلى أجزاء من حي الهلوك الفوقاني، أيضا من أجزاء من حي الحيدرية بعد انقطاع دام لفترات طويلة عن هذا الحيين. أيضا عادت التيار الكهربائي إلى بعض من المناطق القريبة من دوار قرطبة بحي الزهراء. كما خرجت مظاهرتين من كلية الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية هتفت لإسقاط النظام. نعم. كما قامت كتائب الأسد بقصف حي مساكن هنانا، حيث سقطت القذائف من منطقة مساكن العمالية نتج عنها دمار في المباني فقط. أما بالنسبة للاشتباكات التي دارت في مدينة حلب، فتواصلت الاشتباكات بين الجيش الحر والجيش الأسدي في حي صلاح الدين، أيضا في حي بني زيد. أما بالنسبة لريف حلب، نعم. فارتقى شاهدين أيضا وعدد من الجرحى جراء قصف الطيران الحربي الذي تعرضت له مدينة الباب بريف حلب. كما تجدد القصف أيضا على مدينة السفيرة في الحي الجنوبي الغربي، وسمع دوي انفجار قوي جدا في مدينة يعتقد أنها صواريخ أرض سقطت حوالي المدينة. نعم. كما يطال القصف بالدبابات منازل المدنيين في قرية جبرين بريف حلب. تجدد القصف أيضا على بلدة بيانون وعنادان. نعم. ما زال الجيش الحر أيضا يحاصر مطار منغ العسكري ومطار أكويرس في ريف حلب. كما تواصلت الاشتباكات في محيط معامل الدفاع بمدينة السفيرة. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك نقاء صادق، الناطقة باسم شبكة شام، أطلعتنا على آخر الأخبار